السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا احكي لكم على كام تركة نعملها لو عندي طفل، حد من ولادي يعني ضعيف دراسيا. كلنا او ناس كتير مننا شهد ان ممكن جدا يكون عندي حد من ولادي شاطر دراسيا وطفل تاني مطلع عيني في المذاكرة، مستواه ضعيف، بيقولوا عليه بليد، بيبذل مجهود زيادة قوي علشان يا دوبك ينجح. تمام، سواء كان عندي ليه اخوات احسن او كلهم كده، او ده اللي عندي وهو كده، وبيبرز ده قوي مستواه بالنسبه لزمايله في المدرسه، بالنسبه لاولاد خالاته، بالنسبه لاخواته وهكذا. تمام، نعمل ايه في الحالات اللي زي دي؟ تعال اقول لكم. اول حاجه، تقبل وهون على حالك. لازم كلنا نتقبل ان العادي ربنا خلق البني ادمين مختلفه، والكلام ده لازم تبقى مؤمن بيه من جواك. يعني الحكايه مش بقوله لك كلام بضحك بيه عليك فعلا، لكن انت من جواك لازم تصدق ان العادي ان انا عندي مثلا بنتين، حد متفوق دراسيا او بيلقطها اسهل واسرع من البنت التانيه. تمام، قد يكون يعني الاقل اكبر سنا، وده عادي، ده في حد ذاته عادي. فكره تقييم عيالنا بجودتنا احنا، ان عيالي شاطرين يبقى انا ام شاطره، عيالي جامدين ومش عارفه ايه فانا ام فظيعه زي الفل، عيالي مستواهم ضعيف يبقى انا ام وحشه. فكره التقييم ده بتأذي سواء انت قاصد او انت مش قاصد. فتقبل وهون على حالك، تقبل وتمرن نفسك ان انت تتقبل ان ده العادي، عادي. تمام. النقطة التانية، اشعر ابنك بالرضا. يعني ايه؟ الطفل الضعيف ده بنسبة كبيرة جدا بيبقى واخد باله انه ضعيف، بيبقى واخد باله انه بليد شويه، بيبقى واخد باله انه مستواه اقل من زمايله، يبقى زمايله بيتريقوا عليه، المدرسين بيقولوا له ركز شويه، احفظ شويه، انت ما بتعملش واجبك، انت ما حفظتش، انت بص الدكتيشن عامل ازاي، الاملا عامله ازاي، انت شفت مش عارف ايه. فهو مش اهبل، هو مدرك اللي بيحصل. فده محتاج ان انت تعوضه عن طريق ان انت تطمنه انه غالي عندك من غير بس. يعني اخليه يسمعني كاني مش واخده بالي ان هي معديه، وخليها تسمعني وانا بدعي ربنا انه يبارك لي فيها، وبحمد ربنا على وجودها، والحمد لله على نعمه وجود فلان، الحمد لله على نعمه وجود فلانه. اجي كده واحنا بنهزر مع بعض اقول يا رب كنت هتديني مين احلى من فلانه. اجي وهي اختها مش موجوده افخم وجودها في حياتي، ان انا مبسوطه بوجودها، مش بس ما اقولش بس لو تركزي شويه في المذاكره، بس لو تسمعي الكلام شويه، بس لو تحفظي شويه، لا، من غير بس. ادعي لابني اللي هو ضعيف ده، وابدا اخليه يسمع بودانه ان انا بدعي له، وان انا راضيه عن وجوده، وان انا بقول له ان انا بحبه، وان انا بقول له ان انا مبسوطه بوجوده في حياتي، ان هو مش عبء ولا حاجه، ما هو بيبقى شايف ان انا ببذل معاه مجهود زياده. فهو اديها له كاني بجاوب على السؤال، هو انا عبء عليك يا ماما، بس بطريقه غير مباشره، من غير ما يساله، ارد كاني بقول كده. تمام، قد ايه ان انا ممتنه بوجوده في حياتي، وان هو نعمه كبيره في حياتي، وان انا مبسوطه بوجوده. تمام. نقطه رقم 3، ابرز نقاط القوه التانيه. الطفل الضعيف ده هو شايف بعينيه ان هو ضعيف، تمام، فمحتاج ان انا ازقه على نقاط تانية هو شاطر فيها حتى لو مش باينة قوي. ازاي بقى اعمل كده؟ زي مثلا بنتي الضعيفة شوية دي بقيت بزقها على المطبخ، تطبخ حاجات، تعمل لنا اكل استغفر الله العظيم ما يتاكلش، بس نشكر فيه واشكر قد ايه، يلا والله السلطه حلوه المره دي، يلا مش حاجات كده. عملت سلطه بقى، فروت سلطه، عملت شويه مكرونه، ايا كان بقى وفقا لسن ابنك ده، ومش شرط طبخ. يعني انا قصدي ان انت تحاول تدور على حاجات تانية هو شاطر فيها، زي مثلا بيعرف يلعب كوره، بيعرف يسوق عجله، بتعرف تطبخ، بيعرف مش عارفه يغسل العربيه كويس، اي حاجه هو ينفع يبقى شاطر فيها، وابرزها قوي واتكلم عنها قدام الناس، واقول له قد ايه ده احسن واحد يعمل نسكافيه، ده احسن واحد يعمل كذا، دي احسن واحده بتعمل كذا. فابراز نقاط تانية من القوه بيخلي الطفل عقله الباطن يفهم ان هو مش وحش في المجمل، ده هو بس عنده نقاط ضعف ونقاط قوه، بما ان البني ادمين كلها كده فعادي. تمام. رقم 4، قسم المهارات اللي ابنك بيتعرض لها، وابرز التقدم ولو البسيط. يعني ايه؟ دلوقتي احنا بدأنا السنة، انا بنتي مثلا كانت في 3 ابتدائي ولا في 4 ابتدائي، وبدأنا السنة وهي ضعيفة دراسيا، فكانت ضعيفة في الإملاء، ضعيفة في القراية، ضعيفة في الكتابة، الكلام ده. فنبدأ
اقسم لها المهارات بتاعتها، يعني خليها بدل ما نعمل كذا على بعضه لا احنا مقسمينه حتت صغيره، تمام. وابدا الفت نظرها انها تتحسن، لان الطفل الصغير سهل احباطه، يقول لك بص انا مش نافع، بص يا ماما انا بصي من اول السنه لغايه دلوقتي جاي في الديكتيشن مثلا 2/10 ولا 3/10 ولا 6/10 ايا كان، تمام، سواء قالها بلسانه او لا، فانا ببرزها برضو، اقول له والله تعالى كده، تعالي اوريكي، بصي الديكتيشن هنا في اول السنه كنت انت ما تعرفيش الكلمات خالص خالص، يعني مثلا اقول لك اكتبي لي حضاره، انت مش عارفه يعني ايه حضاره اصلا، تمام. بعد شويه المره اللي بعدها بقيتي تكتبي civilization، كتبتيها مثلا SVLSH، هي غلط طبعا، سبيلنج civilization مش كده، لكن انت عارفه ان حضاره يعني ايه، انت عارفه انها civilization، فانت عارفه المعنى، لكن كتبتي السبيلنج غلط. بعد كده كتبتي civilization صح، بس بدل ما تحطي اي حطيتي يو، بدل ما تحطي مثلا الايه حطيتي يو مثلا، فاذا انت كتبتي السبيلنج معظمه صح باستثناء ان ايه حرف بدل الحرف وهكذا، فاذا ما حدش يقول ان دي هي دي هي دي هي دي، انت حبيبتي اتحسنتي جدا من ان انت مش عارفه معنى الكلمه خالص لانك عارفاها، لانك عارفه ان الكلمه حروفها كتير وعارفه مقاطعها، لانك بقيتي بتعرفي تكتبيها، فاذا في تحسن، رغم ان بالنسبه للمس اللي علمت الديكتيشن هي في كل الاحوال اديتها زيرو، يعني في كل الاحوال هي ما كتبتهاش صح، فهنا غلط وهنا غلط وهنا غلط وهنا غلط، لكن لا فرق، في غلط عن غلط يفرق. لما قعدت ابرز النوعيه دي من التحسن، مع الوقت البنت بدات تدرك ان هي مش وحشه، وانها بتتحسن، وان مجهودها مش في الارض، وان مهما بحفظ انا بنسى، وان انا مهما بعمل خطي وحش، وان انا مهما بعمل بنسى، لا، أدركت إن درجة النسيان اتغيرت، ودرجة التحسن موجودة، حتى لو بالنسبة للمدرسة هي كده كده ضعيفة، تمام. النقاط دي لما بنعملها بنخلي فيه نوع من الرضا العام عند الطفل، وبالتالي مقاومته السلوكية بتبقى أقل. ياما عيال كانت ضعيفة لكن بعد شوية بقت ضعيفة وعنيفة وبتقل أدبها ومش عايزة تروح المدرسة ومش عارف إيه، لأن هو بيشوف بعينه، رافض فكرة إن هو وحش، رافض فكرة إنه بليد، حاسس بالدونية، حاسس بالمقارنة، حاسس إنه قليل. فيهمنا جدا 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 ندعم ولادنا ونبقى احنا في ظهرهم، لو احنا ما بقيناش في ظهرهم مين هيبقى؟ شكرا لكم، ماجدة عمار، احنا بتوع تربية.